مساء الخير عليكم، صحة فطوركم. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم تلقاكم الف صحة وعافية ان شاء الله يا رب. جيتكم اليوم بروتين خفيف ظريف اللي كنت بديته لكم بهاد القطايف اللي راكم تشوفوا فيهم كتحلية لسهرة رمضان، قطايف سوريا. بلا ما نطول عليكم نخليكم مباشرة تشوفوا طريقة التحضير، فرجة ممتعة. الحاجه الاولى خديت القطايف، انا كيما راكم تشوفوا هنا خديت دو باكي تاع القطايف. هاد النوع قطايف سوريا. هاد الكاوكاو كنت خدمته، درت هنا كيلو كاوكاو، 4 كيلو سكر، قرفه، لافاني، وطميتهم بشويه مع زهر. خديت هنايا لو بلا ديالي اللي كنت دهنتو بلا مارغارين. هنا المارغارين تخدموا بالنوع اللي حبيتو، اللي موافين تخدموا بها. فوالا نحطها دو كوتي ونجيب هنا باش نبدا نخدم هادوك القطايف. فوالا هنا كنت خرجت نصف الكميه باش ما ينشفوش معايا. ناخد القطايف تاوعي نبدا نحل فيهم بهذه الطريقه، تحلوهم مليح كامل هكذا. من بعد ناخد المازهر ونبدا نرش فيهم بكميه قليله تاع المازهر، يعني ما نشمخهمش بزاف بهذه الطريقه. ابخي نجيب هذيك لا مارغارين اللي كنت ذوبتها وندهن ندهن عفوا القطايف تاوعي، ماشي بزاف ما تكتروش، باسكو راح نزيدو نديرو لهم السمن في السنيوه كي نكملو. ناخد هنا العقده ديالي ولا لافارس، ناخد كميه لاباس بها كما راهي تبان لكم في لا فيديو، ونبدا نخدم بهذه الطريقه. هنا الشكل ديروا اللي تحبوا ديروهم هكذا طوال كيما درتهم، ولا تحبوا ديروهم ديبول، يعني تخدموا الشكل اللي حبيتوه. انا فضلت هذا الشكل. بنفس الطريقه نكمل كامل الكميه اللي قعدت لي حتى نكمل. انا هنا هاد لو بلا خدالي باكي ونص تاع القطايف، يعني هذاك لو دوزيام باكي اللي فتحته ما كملتوش، وباش ما يفسدوليش درتهم في الكونجيلاتور. بنفس الطريقه راح نكمل، خليكم تشوفوا نعاودوا نتلاقاو. بعد ما كملت خدمت كامل الكميه تاع القطايف تاعي في لو بلا. كيما قلت لكم كانوا قعدوا لي نص باكي. دهنتهم هنا كامل بالمارغرين دايبه من الفوق، يعني تشربوهم مليح بالمارغرين بهذه الطريقه. سخنت لو فوغ على درجه حراره 220، يعني قويت له شويه لو فوغ، سخنته مليح ودرتهم يطيبوا. ياخذوا لكم في الطياب تقريبا 45 دقيقه حتى ل 50 دقيقه. هنا كنت استشعلت لهم الفوق باش يحمروا مليح، ياخذوا هذيك التحميره تاع الفوق اللي تجي شابه. وهما سخونين شربتهم بالشربات. هنايا القطايف كانوا سخونين والشربات كانت بارده. بالنسبه للشربات هنايا درت كاس ونص ماء، كاس ونص سكر عفوا، مع 3 كيسان ماء، خليتهم غلاو. كي بدا الشربات تاعي تغلي، حسبت عليها 14 15 دقيقه وطفيت عليها. هنايا بعد ما كملت شربتهم بالشربات زدت لهم من الفوق عسل، كميه لاباس بها تاع العسل باش يجونا معسلين، وزينتهم بالفو بيستاش. وانتوما تزينوهم باش حبيتو. التزيين كما نقولكم دائما يبقى اختياري. تخلوهم يتشربوا مليح وتقدموهم في السهره. فوالا شوفوا كيفاش جو القطايف تاعي بزاف شابين كيما راكم تشوفوا.
وراح تشوفوهم في لابواط بعد ما كمل درت لهم لي كيسات مع لي نابخون، جاو بزاف شابين. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاع القطايف بعد ما كملت لهم التزيين ودرتهم في الكيسات وحطيتهم في لابواط. فوالا. ومن جهة واحدة أخرى حبيت نشارك معاكم هاد لو غراتان اللي كنت درتو كفكرة، حبيت نعطيها لكم. قليت البطاطا هكا دي غوندال، فرشتها في لو مول، زدت معاها دي بوله تاع لا فيوند داشي اللي كنت درت لهم بون. خديت كميه تاع لا فيوند داشي، درت لها البصل معدنوس، شويه فلفل حلو، شويه ملح، درت دي بول قليتهم في الزيت وحطيتهم فوق البطاطا هذيك اللي كنت قليتها. ابري درت اون صوص بيشاميل، لا بيشاميل العاديه اللي تعرفوها كامل. درت لها فرomاج بورسيون وهي سخونه. الفرماج ديروا لها النوع اللي حبيتو، لازم ديروا لها لو فرماج باش تجيكم بنينه. وفرغت هذيك لا بيشاميل فوق لو غراتان. ابري حكمت هاد لو فرماج، تاخذوا كيف النوع اللي حبيتو، ترابيو لو فرماج ديالكم وتحطوه في لو فور باش ياخد الطبقه هذيك المقرمشه اللي تجي من الفوق، يتغراتينا بيان تقريبا واحد 20 مينوت، وتخرجوا لو غراتان ديالكم ويجي بزاف بنين. ويجي هذا هو الشكل ديالو كيما راكم تشوفوا، كتدبيره خفيفه لرمضان ان شاء الله. من جهه واحده اخرى حبيت نشارك معكم هذا الخبز اللي كنت درته بفرينه القمح الكامل. الى عجبكم ما عليكم غير تخلوا لي في التعليقات باش نشارك معكم الوصفه في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. يجي بزاف بنين وخفيف وصحي. وفي نهايه الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم، والى عجبتكم ما تنساونيش بجام تعليق واشتراك في القناه اللي راهم جدد معنا. صحة سحوركم. نتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله في المرات القادمة مع روتينات وصفات. تحياتي مني لكم، سلام.